السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنكمل الحلقات بتاعتنا في كلامنا عن الحب أنواع. وشايفين الشتاء عامل فينا ايه؟ الناس اللي بتحب الشتاء مبسوطين، شايفين شكلنا عامل ازاي؟ طيب، النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الحب. الكلمة بتاعته سهلة وبسيطة، ومعناها مفهوم بسهولة بالنسبة للناس يعني. وهو الشوق. طيب، الشوق يا جماعة ده حاجة لطيفة قوي في مراحل الحب أو في أنواعه. وعايزة أوضح عنه حاجتين: إنه الاشتياق ممكن يكون لشخص أو لشيء. يعني احنا لما اتكلمنا عن أنواع معينة كده من أنواع الحب، كان في منها ساعات حاجات زي الشغف كده، ده كان ممكن برضو يبقى لشخص أو لشيء. لكن في أنواع تانية من أنواع الحب اللي اتكلمنا عنها كانت للأشخاص بس، ولا يندرج تحتها الأشياء. طيب، النهاردة بقى في كلامنا عن الشوق، احنا ممكن نشتاق لشخص وممكن نشتاق لشيء. وحاجة تانية، إنه الشخص أو الشيء اللي احنا بنشتاق له ممكن يكون حاجة كويسة وليها فوايد، وممكن تكون حاجة سيئة وليها أضرار، أو شخص سيء وليه أضرار برضو. يعني مثلا احنا ممكن نكون بنشتاق لو قلنا لشخص ماشي، للزوج، زوجة، ابن، أب، أخ. وممكن نكون بنشتاق للأشياء اللي هو مثلا زي التمرين بعد انقطاع عن العمل مثلا، فوحشني الشغل يعني. مش متأكدة قوي من الحتة دي، بس ماشي يعني. لعبة معينة كنت بلعبها وبطلت، مثلا هواية معينة كنت بعملها وانقطعت عنها الفترة، ممكن أشتاق. دي الأشياء اللي ممكن يعني ده المعنى للأشياء. طيب، في حاجات بقى وفي أشخاص ممكن نشتاق لهم برضو. يعني مش كل حاجة يا جماعة بنشتاق لها لازم تكون حاجة لطيفة أو مفيدة. إحنا ممكن ساعات نشتاق لأشخاص توكسيك، سامين، مضرين، وجودهم مضر في حياتنا. وممكن نشتاق لحاجات كمان، أشياء أهي برضو سيئة، زي مثلا عادات معينة كنا يعني حاجات متعودين عليها، وحاولنا نبطلها وعملنا فيها مجهود، بس اشتقنا لها قوي عشان انقطعنا عنها الفترة. زي تعلقنا مثلا بالسوشيال ميديا، الابليكيشنز اللي ممكن نفضل ماسكين عشانها الموبايل اول ما نفتح عينينا، ونفضل ماسكينه لحد ما ننام بالليل، او احنا مش قادرين نفتح عينينا بالليل قبل ما ننام وماسكين الموبايلز برضو. ففي ناس بتجتهد مثلا في حاجة زي كده وتقول انا قفلت الاكاونت بتاعي هنا او هنا فترة كده عشان أنا تعبت ومش عارف إيه. وبعدين بعد شوية بيحصل إيه بقى؟ بيحصل إنه وحشني الكلام ده، اللي هو أنا اشتقت للقصة دي. فهي حاجة كانت مضرة، أنا ما استخدمتهاش بالأسلوب الصحيح اللي ممكن استخدمها بيه، بس ده ما يمنعش إن أنا اشتقت لها بعد انقطاع عنها. طيب، في الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا مش عايزين نتكلم عن الاشتياق للشخص الضار في حياتنا أو السام اللي هو الشخص التوكسيك، ولا عايزين نتكلم عن الاشتياق للأشياء المضرة في حياتنا، لأنه سواء شخص أو سواء شيء ملهمش فايدة في حياتنا أو بالعكس كمان بيضرونا، هو المفروض إن احنا نبقى بنجتهد عشان نخرج الشخص أو الشيء ده من حياتنا. فأنا مش عايزة أتكلم عن ده النهاردة، أنا عايزة أتكلم عن الشوق للحاجة اللي ليها فايدة في حياتنا، سواء كان شخص أو كان شيء من الأشياء. طيب، الحاجة الكويسة لإحساس الشوق، وعايزة أقول اللي هو يعني بالبلدي كده اللي هو الوحشة، يعني إن حد بيوحشنا قوي أو حاجة بتبقى وحشانا قوي. إيه الميزة أو الحاجة الكويسة في الشعور بالاشتياق؟ إن هو بيخلينا يا جماعة نعرف قيمة الشخص أو الشيء اللي هو وحشنا ده. لأنه أنت مش بيوحشك حاجة إلا إذا كنت أنت بتحبها. وخلي في بالنا إن إحنا قلنا إن أنا ممكن توحشني حاجة مضرة
وهي مضرة بس أنا باحبها برضه. فأنا عايزة أحُط برضه الكلام ده على جنب، إحنا مش هنتكلم على الحتّة دي النهارده اللي هي الأشياء الضارة في حياتنا، إحنا عايزين نتكلم عن الأشياء الجميلة اللي بتوحشنا لمّا بنبعد عنها أو بننقطع عنها لفترة. فده بيخلّينا نحس بقيمة الحاجة دي. آمم، يعني شخص مثلًا أب سافر، شعور الوحشة مثلًا من الأبناء وهُم مشتاقين لأبوهم وهو مسافر، بيعرّفهم قيمة وجوده مثلًا. اشتياق الزوجة لزوج مثلًا لا قدّر الله مرض، فقعد في مستشفى شوية، فبقى اللي هو واحشها إنه يبقى موجود في البيت تاني بعد الغياب الفترة دي. آمم الاشتياق للأشخاص هنا بيخلّينا نفكّر في غيابهم، الناس دول كانوا جُمال قد إيه وهُم موجودين في قُربهم مننا. يعني بيخلّينا نسترجع الذكريات بتاعة أقوالهم وأفعالهم الجميلة، عشان كده هُم بيوحشونا. دي الميزة بتاعة الشوق يا جماعة، إن إحنا نبقى وحشنا شخص معيّن بِعِد عننا لفترة، بيخلّينا نعرف قيمته. بيخلّينا نقعد دماغنا تشتغل وتسترجع الذكريات بتاعة الكلام الحلو اللي كان بيقوله، الأفعال الحلوة اللي كان بيعملها. وحتى لو الغيبة بتاعته طوّلت شوية، بتبقى الميزة هنا إن إحنا مش بنسترجع الذكريات دي بس، لأ ده إحنا كمان بنقلّدها. يعني لو لا قدّر الله الغيبة دي كانت بسبب وفاة مثلًا، إحنا من كتر ما الشخص ده بيبقى واحشنا الحاجات الجميلة اللي هو كان بيقولها وكان بيعملها، إحنا بنبتدي نستخدم الحاجات دي كexample كمثال، ونمشي بقى على المثال ده، نقلّده. آمم ونجوّد طبعًا من عندنا، بنحط الtouch بتاعنا يعني، بس still إحنا بنبقى كإننا خدنا حاجة حلوة الشخص ده كان بيقولها أو بيعملها، وبنبتدي نطبّقها، ويبقى الفايدة بتاعتها مش ما وصلتلناش إحنا بس، لأ دي كمان طالت ناس يمكن أبعد من اللي هو كان يعرفهم. فدي الحاجة الجميلة في الاشتياق للأشخاص آمم ال ال آمم اللي هم كان ليهم effect أو تأثير positive إيجابي في حياتنا. طيب نفس الحاجة بالنسبة برضه الأشياء. افرض مثلًا أنا كنت باتمرّن for example حاجة، باتمرّن يوجا، تمام؟ وانقطعت عنها لفترة. أيام مثلًا ما كنت باتمرّن كان الموضوع جميل جدًا، بيدّيني self stability كده، بيrelease الtension، يعني بيدّيني زي استقرار شوية نفسي وهدوء نفسي، وبيخلّي كل التوتر اللي موجود في الجسم يخرج منه، بيخلّيك تحس إن أنت أهدى ورايق كده، يعني عارف اللي هو وحاسس إن أنت ممكن تبتدي تاني مع كل المشاكل اللي أنت بتعيشها. طيب وبعدين انقطعنا عن الموضوع ده لفترة. أنا وحشني أروح التمرين ده، أنا وحشني أروح، وحشني أرجع تاني أمارس هواية معينة كنت بأمارسها في وقت ما وانقطعت عنها. كنت مثلا بحب القراية وبطلت أقرأ لفترة، كنت بحب أرسم، كنت بحب مثلا أألف، أكتب مثلا، أغني، whatsoever، أي حاجة كانت جميلة وكانت بتديني إحساس إيجابي لما كنت بعملها. وبعدين انقطعت عنها لفترة. طيب لما بيوحشني بقى الكلام ده، بيوحشني إن أنا أرجع للتمرين، بيوحشني إن أنا أرجع أرسم. إيه الميزة في الحتة دي يا جماعة؟ إنها بترجع تخلينا، يعني أنا اشتقت مثلا دلوقتي for example إن أنا أرجع للقراءة تاني مثلا. إيه الميزة في الحتة دي؟ إنه أنا لمّا بارجع المرّة اللي بعدها بابقى عايزة، مش راجعة بنفس اللي هو مش راجعة بنفس الحماس اللي أنا خلّصت بيه المرّة اللي فاتت، لأ ده بيبقى بزيادة أكتر. يعني أنا بقى دلوقتي دي الدفعة اللي بيعملها لنا شعور الاشتياق، إن أنت ما بترجعش بنفس الpower، مش بنفس القوة، أنت بترجع عندك الشعور ده زيادة أوي. فأنا دلوقتي عندي يعني طاقة إن أنا مش مثلًا هاقرا كتاب واحد في الشهر، أنا ممكن أقرا كتابين في الشهر. طيب يعني بيدّيني دفعة إيجابية للتطوير، أرجع على التمرين تاني بعد ما كنت بطّلته مثلًا، وهو كان بيدّيني
بيساعدني على الثبات الانفعالي، بيساعدني على التوازن النفسي، بيساعدني ان انا الكوميونيكيشن سكيلز ومهارات التواصل بيني وبين الناس تكون احسن، عشان انا بيبقى بالي رايق اكتر. طيب حلو قوي الكلام ده، وبرجع عندي طاقة اكتر من اللي انا وقفت بيها قبل كده. طيب دي الميزة بتاعة الاشتياق للأشياء الجميلة والأشخاص الجميلة في حياتنا. فين بقى الوحش في الموضوع؟ فين الخطر اللي احنا ممكن نتكلم عليه في إحساس الاشتياق؟ إن انت وانت راجع زي ما بنقول الطاقة بتاعتك بتبقى أزيد من ساعة ما انت سبته المرة اللي فاتت، بس الطاقة دي بقى لو ما اتحطتش في القدر المناسب بتاعها الموضوع بيبقى بزيادة قوي يا جماعة. واحنا اتفقنا انه في كل أنواع الحب أي حاجة اوفر يعني فوق القدر المناسب بتاعها مش في مصلحتنا خالص، ولا في مصلحة الناس اللي قدامنا اصلا. طيب خلينا نبص كده على القصة دي. لو انت مثلا بتحب شخص وبعدت عنه لفترة واشتقت له وحشك جدا، طيب وبعدين رجعنا نتقابل تاني بقى، وطاقتي دلوقتي زيادة ان انا الشخص ده وحشني، فانا عندي استعداد ان انا اقدم، يعني اللي هو انا عندي طاقة زيادة دلوقتي، مستعد اقدم الشعور بتاعي ده مش في حجمه الطبيعي، هقدمه بسنة زيادة شوية. طيب هي المشكلة يا جماعة مش في الشعور، هي المشكلة في البيهيفير، يعني في السلوك. مش احساسنا ماشي، محدش بيكنترول احساسه، لكن احنا اللي هنا بقى الخطر يجي لما ما بنعرفش نعمل كنترول على السلوك. طيب فانت هترجع بقى مشتاق للشخص ده وطاقتك زيادة، هندلدق الحاجات اللي احنا عايزين نقدمها بطريقة يعني اللي هو ايه، لا ارجوك يا رب ما تبسطهاش اكتر من كده. لا احنا عايزين الموضوع يبقى مناسب. ليه؟ لان انت هتبقى زي ما اتفقنا قبل كده too much care is as bad as too little care، هتبتدي تهتم بزيادة اكتر من اللزوم، فالمرحلة هنا هتبقى فيها خطورة عليك، عشان انت بتنسى نفسك في الحتة دي، بتفكر دايما في اللي قدامك بس، فانت ما بتبقاش موجود لحد ما انت ما بتبقاش واخد بالك انه كل حاجة بتعملها عشان الشخص اللي قدامك. واحنا يعني اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. انت بتوصل معاه المرحلة لان هو شخصيا بيزهق، يعني كأن انت عايز ايه، انت وحشني قوي، طب تعالى خرجك، طب تعالى اجيب لك اكل، طب تعالى مش عارف نتكلم، طب ابقى لسه مقابلاه مثلا وبعدين اروح اكلمه في التليفون، خلصت التليفون ابعت مسج، طب وبعدين لسه ما فاتش دقيقه، طب انت وحشتني جدا جدا وعايزه اكلمه تاني وعايزه اشوفه تاني طب مش هعرف اشوفه تاني النهارده، بكلمه في التليفون تاني وازعل قوي. بصوا بقى الرياكشنز، يعني بصوا ردود الافعال بقت اوفر ازاي. يعني انا اتكلمت دلوقتي ساعه وبعدين بعد الساعه لا هو وحشني، انا لسه عايزه اتكلم تاني، طب بس انت ليه ما اتصلتش بيا، مش انا مكلماك، انت كنت وحشني جدا وقعدت ارغي معاك ساعه، وبعدين انا بعد الساعه دي انت ما رجعتش كلمتني تاني ليه؟ عارفين احنا بنروح فين؟ انا كلكم انا متاكده انتوا فاهمين احنا هنروح فين بعد الحته دي، ان احنا هنتخانق. هو دي لازم تخلص بخناقه ممكن تخلص بخناقه في اخر اليوم اصلا، مش في اخر الشهر مثلا، لانه اللي هو وحشني وحشني وحشني، عايز اتكلم عايز اتكلم عايز ارغي. لا واللي قدامي مش هيستحمل كل ده، فهيبقى الموضوع بزيادة قوي يا جماعة، وده الخطر بتاعه. طيب بالنسبة للأشياء برضو، تعالوا ناخد الاكزامبل بتاع السوشيال ميديا، المثال اللي كنا بنتكلم عليه على الابليكيشنز، اللي الشخص قال انا تعبت من ان انا ماسك الموبايل طول الوقت فاجتهدت ان انا ابعد عن الموضوع شوية، بس القصة وحشتني، انا منقطع عن الناس بقالي شوية، مش متابع اخبار صحابي، عايز افتح تاني الابليكيشن ده عشان اعرف هما بيعملوا ايه واخبارهم ايه. طيب فتحت الاب ودلوقتي بدأت أتابع، أنت مش راجع، أنت راجع بطاقة زيادة، خلي بالك. فلو كنت الأول كنت بتفتح الموبايل اول ما بتفتح الاب ده اول ما تصحى وتفضل ماسكه لحد ما تنام، لا انت بقى في المره دي هتفضل ماسك الموبايل وانت نايم لحد ما يقع على وشك وانت نايم فاللي هو انت مش مستني حتى ما حطيتوش جنبك وبعدين نمت، لا انت ماسكه في ايد، لان انت بقى عايز تعوض اللي فاتك بقى، كل اللي فات ده انا عايزه الاحق عليه. فده الخطر بتاع
الاشتياق يا جماعة اللي هو إنه الشعور في حد ذاته ما فيهوش مشكلة، لكن السلوك اللي بينتج عن الاشتياق هو اللي لازم يبقى مقنن. يعني لازم يكون ليه ليفل أو يعني درجة، مستوى معقول. ما اقدرش امنع نفسي ان انا لما اكون منقطع عن حاجة انا بحبها بقالي فترة انها توحشني، وشخص بعيد عني انا بحبه يوحشني. ما اقدرش كنترول ده، لكن اللي لازم نفكر فيه ونعمل عليه كنترول هو السلوك بتاعنا لما الشخص ده يرجع، او لما ارجع انا للهواية او للاكتيفيتي اللي انا كنت بعملها وانقطعت عنها لفترة، عشان ما نرجعش يبقى شعور الشوق ما خدناش الميزة بتاعته، بس لا ده طلع معايا بنتيجة عكسية، ان انا الشخص اللي كان وحشني من كتر ما هو كان وحشني بس سلوكي ما كانش بالليفل المناسب او المستوى المناسب، انا خلص الموضوع بعد الوحشة دي كلها ان احنا اتخانقنا مع بعض. ورجوعي مثلا بعد انقطاعي عن السوشيال ميديا، او فور اكزامبل رجوعي لتمرين معين بعد انقطاعي عنه لفترة، يا جماعة عايزة اقول لكم ان ساعات مثلا كان بيحصل ان انا ننقطع عن التمرين لفترة. طيب انا رجعت بقى بعد كده وكل حماس بقى اروح، عشان انا متحمس جدا، اوكي ما استخدمتش عقلي، انا مشيت ورا شعور الاشتياق بس، فروحت دافع اشتراك الجيم لمدة سنة مرة واحدة. محدش قال ان دي حاجة وحشة طبعا، ما ادفع اشتراك الجيم لمدة سنة هو بيوفر معايا اكيد، بس انا مش ما روحتش بقى بعد السنة دي ما عدت، انا لقيت ان انا دفعت الفلوس وما روحتش في السنة دي كلها غير 3-4 شهور. لكن لو انا فكرت وقت ما يبقى عندي الشوق ان انا عايز ارجع للتمرين، عايز ارجع للكوميونتي بتاعه الناس اللي كنت بشوفهم في التمرين، بتعلم منهم، بضحك معاهم، بسبند معاهم، بقضي معاهم وقت كويس، انا عايز ارجع لكل ده بس راجع بطاقة زيادة قوي انا ما حجمتهاش او ما قننتهاش. فرجعت فرجعت علي، لما انا رجعت عليا بنتيجة عكسية، دفعت فلوس ما اتحطتش في مكانها الصح، وفي نفس الوقت انا ما استغلتش الموضوع اللي اتدفع فيه فلوس ده عشان اساعد بيه صحتي مثلا النفسية وصحتي البدنية. فخلينا دايما يا جماعة لما تكون في حاجة وحشانة قوي، الشعور مش هقول لكم نعمل فيه حاجة، كده كده هو موجود، لكن السلوك اللي بينتج عن الشعور ده خلينا نقعد مع نفسنا شوية. لما يكون في حاجة وحشانة قوي او شخص وحشنا قوي، لازم نقعد مع نفسنا نفكر انا لما قابل الشخص ده هتصرف ازاي، ومش في لحظتها بس، لا انا هتصرف ازاي معاه وقتها وبعدها بيوم وبعدها ب3 ايام. ونفس الحاجة بالنسبة للأشياء اللي وحشاني، عايزة أرجع التمرين، عايزة أرجع مثلا أمارس رياضة الجري، عايز أرجع أمارس الغناء، الرسم، أي حاجة لازم أرجع بدفعة الليفل بتاعها يساعدني إنه رد الفعل يكون حاجة في صالحي أنا وصالح الناس اللي عايشين حواليا. فخلينا نفكر دايما يا جماعة ما نندفعش ورا شعور الاشتياق، لازم يكون عقلي موجود وشغال مع الإحساس ده لما يبقى موجود.